الحمد لله، وبعد انقطاع فترة مش قليلة عن اليوتيوب قررت ان انا ارجع تاني، ولكن هيكون بشكل مختلف شوية. في البداية كده حابب ان انا اعتذر لكل الناس اللي كانت متابعاني الفترة اللي فاتت، وده لسببين. السبب الاول طبعا ان انا انقطعت لفترة طويلة، والسبب التاني هو اني هبتدي ان انا اغير المحتوى بتاعي. مش هتكلم في الفضاء تاني، او حتى لو هتكلم في الفضاء مش هيكون بنفس الشكل اللي انا كنت بتكلم بيه في الفترة اللي فاتت دي. طيب انا هتكلم ايه في الفترة اللي جاية دي؟ حاجة من الحاجات اللي انا ما بحبش اعملها هو اني اتكلم عن حاجه انا لسه ما عملتهاش او حاجه بخطط ان انا اعملها، ولكن قرار ان انا اغير المحتوى بتاعي ده كان بناء على اولا الاحداث اللي احنا بنمر بيها في وقتنا الحالي، واللي فيها حاجات بدات تخلي الواحد يصحى لحاجات لازم ان هو يتكلم عنها. طيب انا مش هطول كتير في مقدمه الفيديو ده. احنا هنشوف مع بعض الفتره اللي جايه دي هيكون فيها ايه، ولكن موضوع الفيديو ده حابب ان انا ابتدي بحاجه طبعا هي عدى عليها شويه وقت، ولكن عايز اتكلم فيها من وجهة نظر تانية، الا وهي الهجوم اللي بيحصل على محمد صلاح. طبعا انا عارف ان الموضوع زي ما قلت عدى عليه وقت واتهرس، والناس كلها بقت عارفة ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل مع محمد صلاح بشكل سريع. يعني لو حد متابعني ولسه مش عارف ايه اللي بيحصل، محمد صلاح اتعرض لهجوم بسبب ان هو ما دعمش القضية الفلسطينية بدري في بدايتها، وبعد ما تعرض لضغط متابعينه عليه طلع واتكلم وعمل حاجات دعم بها القضية الفلسطينية، منها طبعا ان هو اتبرع للهلال الأحمر بمبلغ احنا طبعا ما نعرفوش يعني، ودي مش قضيتنا، ولكن هو عمل حاجة دعم القضية الفلسطينية بطريقة ما. الموضوع بتاعي بقى والنقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها هو الهجوم اللي ما زال مستمر على محمد صلاح. خلينا أوضح أنا موقفي أنا الأول قبل ما أتكلم في الموضوع. أنا طبعا أتفق تماما إن محمد صلاح غلط غلطة كبيرة جدا لما ما دعمش القضية بدري، وفضل ساكت فترة كبيرة لحد ما تعرض للضغط، وساب فرصة للناس إن هم يقولوا إن دعمه للقضية الفلسطينية كان بسبب ضغط الناس مش بسبب دافع شخصي منه هو. يعني بغض النظر إحنا مش هنتدخل في نية محمد صلاح، سواء كانت بسبب الضغط اللي تعرض له أو بسبب إن هو فعلا عايز يساعد. دي مش قضيتنا خالص، مش إحنا اللي هنحاسب محمد صلاح عن أفعاله. ولكن الحاجة اللي فعلا مخلياني قاعد مستغرب هو إن في ناس لازالت بتدخل على أكاونتات محمد صلاح على انستجرام مثلا، لأن أنا يعني متابع محمد صلاح أكتر على انستجرام، بيدخلوا يشتموا محمد صلاح في الكومنتات. ودي حاجة ضايقتني أنا شخصيا، لأن في ناس كتير منهم أصلا مش مصريين بيدخلوا يشتموا محمد صلاح بسبب إن هو ما دعمش القضية الفلسطينية بالطريقة اللي هم رسمينها في خياله. خلينا نكون عارفين احنا في حالة ايه. احنا طبعا في حالة حرب، تمام؟ وكل واحد فينا مطالب ان هو ياخد صف معين. احنا عارفين طبعا احنا واقفين مع مين، وكل واحد فينا عارف هو المفروض يعمل ايه. كل طبعا واحد بالمقدرة اللي ربنا اداها له يقدر ان هو يدعم القضية الفلسطينية. انا مثلا ربنا اداني فلوس فهبتدي ان انا اتبرع مثلا. واحد تاني عنده شهرة يبتدي ان هو يتكلم ويوصل للناس صوته. واحد تالت ربنا اداله حاجة معينة يقدر مثلا يروح يساعد، يتطوع يساعد، وهكذا. يعني كل واحد هو عارف قدراته عاملة ازاي وعارف هو ممكن يساعد ازاي، تمام؟ دلوقتي لما ندخل على مجموعة من الناس، طبعا مش هقدر ان انا ادخل على كل الناس اللي بتشتم، ولكن لما انا ابتدي ادخل على الناس اللي بتشتم محمد صلاح وابتدي ان انا بس يعني اشوف كده ايه طبيعة حياته ده، ولا ايه بيعمل ايه في حياته، ولا ايه اللي يديله الأحقية او الافضلية او يديله البريفليج يعني ان هو يدخل ويشتم محمد صلاح. يمكن ده حد مهم يعني، فايه نعرف هو يعني ايه طبيعته ده يعني. فلما ندخل على اكونتات الناس دي والاقي ان هو ما بيعملش اي حاجه خالص، ولا حتى بيدعم القضيه الفلسطينيه بستوري على الاكونت بتاعه، ابتدي ان انا استغرب، لان دي حاجه مش منطقيه. ما انت بتطالب حد تاني ان هو يعمل حاجه معينه وانت اصلا ما بتعملهاش، فيعني انت بتفكر ازاي؟ بغض النظر عن الحدوته دي كلها، انا مش هتكلم عن الموضوع بشكل تحليلي. يعني انا مش هقعد احلل الناس دي بقى بتعمل كده ليه واسبابها ايه، مش هعمل ده كله. الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه هو حاجه خلت الواحد يصحى على حاجه معينه، وهي ان مفيش حد فينا كامل يا جماعه. يعني هل انت كامل قبل ما تطالب حد تاني ان هو يبقى كامل ويعمل حاجه بشكل مثالي؟ طب هل انت عملت اللي عليك اصلا؟ هل انت دعمت، لو هنتكلم بقى في المثال بتاعنا ده،
هل انت دعمت القضية الفلسطينية بمقدرتك انت؟ هل انت عملت اللي عليك؟ ربنا اكيد ادالك مقدرة معينة، هل انت استغلتها في ان انت تدعم القضية دي، ولا انت ما بتعملش اي حاجة؟ ما اصل انت لو ما عملتش حاجة يبقى انت مالكش الحق ان انت تهاجم اي حد تاني. تمام؟ اقل حاجة في الدعم بالمناسبة ممكن ان انت تقاطع المنتجات اللي بتدعم الناس التانية دي، لكن ان انت تدخل تشتم حد وانت ما عملتش اي حاجة، فدي حاجة يعني مش عارف اقول عنها ايه الصراحة. طيب ايه اللي بيحصل لما انا اكون شخص ما بعملش اللي عليا وبطالب الناس التانية او بدور على اخطاء الناس التانية وبمشي وراها وببتدي ان انا ايه يعني اشاور عليها؟ الموضوع من بره انت ممكن يعني الناس اللي بتصدق المظاهر قوي، ناس ممكن تصدق ان انت جامد جدا، تمام، وان انت بيرفكت وان انت مفيش في حياتك غلط. صدقني الموضوع ما بينك وما بين نفسك مختلف تماما، لان انت بتقول لنفسك بالطريقة انا كذاب، انا بنافق نفسي، ودي كارثة مش للناس التانية، كارثة لنفسك انت، لان انت لما بتعمل حاجة زي كده بتفقد نفسك، ثقتك بنفسك عن طريق العمد. طبعا 3/4 اللي بيعملوا الكلام ده مش واعيين لان هم بيعملوا الحاجه دي، هم فاكرين ان هم كده جامدين بان انا ادخل اشتم وهاجم وانا ما بعملش حاجه. هم فاكرين ان هم كده بيعملوا حاجه، بس انت كده انت بتضيع نفسك. اعمل اللي عليك الاول، اعمل اللي مطلوب منك، وبعد كده شوف الناس التانية بتعمل ايه. لان خليني اقول لك بكل صراحه، بنسبه كبيره كلنا عندنا عيوب كتيرة جدا محتاجين ان احنا نركز عليها، ولما نلاقي نفسنا عندنا العيوب دي ومحتاجين نركز عليها مش هنلاقي وقت ان احنا نبص على عيوب الناس التانية، مش هنلاقي وقت ان احنا نشاور على الناس التانية ونقعد نشتم ونرازي في ده ونقعد نشاور على ده نقول ده ما بيعملش وده بيعمل. انا معاك ان من سلبيات الشهرة ان لو عملت حاجة غلط ورجعت صلحتها تاني واعتذرت مثلا هتفضل تتهاجم، دي حاجة مسلم بيها، اي حد مشهور هيتعرض لحاجة زي دي. ولكن دي فرصة كويسة جدا ان احنا نعكس الموضوع على نفسنا ونبص على نفسنا الاول ونشوف هل احنا فعلا بنعمل اللي علينا ولا لا. انا من فترة كده سمعت الفيديو لحد اتكلم عن الاحداث اللي بتحصل في فلسطين دي، وان هي مش بس احداث بتحصل هناك، دي احداث بتحصل هنا ولكن بطريقة مختلفة، احداث ممكن ان هي تكون سبب في ان هي توعيك لحاجات كتيرة جدا في حياتك انت مش واعي ليها. منها طبعا اللي انا اتكلمت عنه في الفيديو ده، الا وهي نقطة ان انت ما تستهنش ابدا بان انت تتغاضى عن الحاجات الوحشة اللي في حياتك اللي انت محتاج تصلحها، وتبتدي ان انت تدور على حاجات على عيوب الناس التانية. لان انت لما بتعمل كده صدقني انت بتفقد نفسك، ثقتك بنفسك، انت بتنافق نفسك. النفاق ده يعني عايز اقول لك حتى يعني ده يا سيدي الناس لما بتنافق بعض بيفقدوا الثقة في بعض. لان انا لما اعرف ان شخص انا بحبه او بعزه مثلا بينافقني هفقد الثقة فيه. فتخيل انت كده ما بينك وما بين نفسك تكون بتنافق نفسك، انت اكيد هتكون عارف ان انت بتنافق نفسك. يعني ما تقوليش ان انت هتكون مش مصدق ان انت مش منافق نفسك او مش بتكذب على نفسك، الا اذا كنت خلاص يعني وصلت مرحلة ان انت بقيت مغيب خالص، يعني خلاص ما بقتش عارف انت رايح فين، وبقيت مصدق كل الكذب اللي انت بتقوله لنفسك. ودي مرحلة صعبة ما اعتقدش ان انت ممكن ترجع منها يعني. ولكن أنا بتكلم عن الناس اللي بتكون عارفة ان هي بتنافق نفسها. انت لما تكون عارف ومتأكد ان انت بتنافق نفسك هتفقد الثقة في نفسك، ولما تفقد الثقة في نفسك صدقني هتكون حياتك صعبة في تعاملاتك مع الناس، وكمان في الانجازات اللي انت عايز تعملها في حياتك. لان انت لو انت فاقد الثقة في نفسك مش هتعرف تعمل حاجة في حياتك، مش هتعرف تنجز حاجة في حياتك، مش هتعرف تتقدم، لان انت مش واثق في نفسك، عارف ان انت بتنافق نفسك وبتكذب على نفسك. بالمناسبة لو انت مثلا شايف ان محمد صلاح سيء وعايز تعمل اللي عليك، حاسس ان انت في واجب عليك تجاه محمد صلاح ان انت تاخده يعني تجاهه اكشن معين، يا سيدي لو عايز تعمل حاجة فعلا فعالة قاطع محمد صلاح، اعمل له انفولو. بالطريقة دي محمد صلاح فعلا هيحس بالضغط وهيبتدي ان هو يعدل من الحاجات اللي هو بيعملها. الشتيمة وان انت تدخل تبين قد ايه محمد صلاح سيء حاجة مش هتساعدك ومش هتساعد اي حد تاني يعني. ولكن في الاول في الاخر تأكد ان انت بتعمل اللي عليك عشان ما تنافقش نفسك. انا مش عايز اطول كتير في الفيديو ده، اعتقد يعني انا قلت كلامي كله بشكل واضح. وفي الاخر حابب ان انا اوضح موقفي من محمد صلاح. انا لازلت بحب محمد صلاح، لازلت بشجع محمد صلاح وبحب ان انا اتفرج عليه بغض النظر عن انه هو عمل حاجة ضايقتني، ولكن هو صلح الحاجة دي بغض النظر عن نيته عن الموضوع ده. ولكن محمد صلاح صلح نيته وبين هو بيدعم مين، دي كفاية بالنسبة لي. في الاول في الاخر كلنا نتحاسب لوحدنا، فانفد بجلدك، انت اعمل اللي عليك
لان انت هتتحاسب على اللي انت ما عملتوش واللي انت عملته. لو انت في ايدك حاجه تقدر ان انت تعملها وما عملتهاش هتتحاسب عليها طبعا. فليه تحط نفسك في حته انت عارف ان انت هتروح فيها في 60 داهيه، بينما انت ممكن تعمل حاجه تانية احسن؟ حاجه غريبه يعني الصراحه.